بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال اخوان؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم مقطع جديد من قناة يوميات مرتضى. طبعا بهذا المقطع راح نتحدث عن آه، شنو الظروف اللي مريت بها من خلال قناتي، وليش وصلت لهذه المرحلة، وليش ما صار عندي دعم، وشنو اتمنى يصير. طبعا قبل ما نبدأ لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودخول سيرفر ديسكورد بالوصف، ولايك للفيديو دعمكم. بسم الله. طبعا يا اخوان، انا بداية يعني لما بديت على اليوتيوب انا عندي طريقتي الخاصة بالتصوير وطريقتي الخاصة، وهذه الطريقة انا احبها، ويعني ما اقدر اغيرها وما اعرف اغيرها. وهذه الطريقة توصف شخصيتي ومميزاته. يعني فيها يمكن فيها عيوب ومشاكل، لكن انا احب هذه الطريقة، واتمنى يعني امنيتي الوحيدة وحلمي بالحياة، لأنه حلمي بالحياة إنه هذه قنواتي تنجح وتنشهر. وأنا تعبت عليها الصراحة، وسويت كل شيء وخسرت، وسويت كثير خير وحاربت كثير فساد، وخسرت كل شيء حرفيا. لكن حاليا الحلم الوحيد، وأتمنى منكم ومن الله سبحانه وتعالى إنه هذه القناة تنجح، لأنه مع نجاحي راح ينجح الخير والحق. لأنه كل ما صرت أقوى وكل ما صار عندي فلوس أكثر راح يعني أسوي خير وأوقف الفساد وأعلم الناس وأعلم المظلومين وكثير أشياء، يعني راح حسب خبرتي وإمكانياتي. لكن هذا الشيء يعني مو بيدنا، يعني لأنه هذا الشيء يعتمد على، يعني بالنسبة لليوتيوب، يعني بالنسبة لليوتيوب قناة اليوتيوب عشان تنجح تعتمد على أفكار يعني حصرية وغريبة، ويعني ويحتاج تصاميم، ويعني شيء معقد وصعب جدا، ويعني يعتمد على الحظ، ولازم تركب الترند وهذه الأمور. لكن أنا شخصيا ما أقدر يعني أسوي هذه الأمور، لكن عندي طريقتي الخاصة، وأتمنى يعني أنشهر بها وراح أستمر بها، حتى لو كانت يعني تفاعل أو مشاهدات ضعيفة راح أستمر بها. لأنه أنا شخصيا خسرت كل شيء، وأنا يعني عانيت هواية صراحة، والكل حاربني، ولذلك يعني أنا آسف من الحياة، لأنه اكتشفت بالنهاية، يعني بالبداية كنت أعتقد دائما أنه في شيء منتظرني راح يخليني يعني غني أو قوي أو مشهور وهذه الأمور. لكن بالنهاية ما لقيت هذا الشيء، فصار عندي يأس كبير جدا يعني. فتركت القنوات يعني سنة كاملة، وبعدين رجعت لها، وحاليا مستمر بالنشر، لكن ما في أي تفاعل أو دعم. و فحرفيا بدايتي بالديسكورد يعني كنت، أو باليوتيوب كنت أصور أفكار الخاصة، فالكل وقف ضدي حرفيا واستغلوا نقاط ضعفي، بس لأنه لما دخلت الديسكورد يعني بس عشان يعني صادقت يعني بنت يعني صارت خلافات بالديسكورد، فالكل وقف ضده حرفيا. فكنت أنا أحارب هذول الأشخاص، لأن استخدموا أساليب رخيصة ضدي، وما استخدموا أي أساليب رجولية أو عدالة بالموضوع. أنه بلشوا يحرضون متابعين ضدي، يقولون أنه آه، يعني يركبون أشياء ضدي يعني، والكل وقف ضدي، وتبندت مليون مرة، ورجعت وقفت وكملت، وأتبند وأرجع وأقف وأكمل، ومع أني أتبند بدون أي حق يعني. بس كل اللي سويته أنه كنت أحارب الفساد مال هذول. يعني مثلا هذول الأشخاص كانوا يروحون يهددون بنات بصورهم، أو يخترقون جوالات أشخاص ثانيين ويهددون بنشر صور عائلاتهم، فأنا كنت أوقف ضد هذول الأشخاص،
وبالنهاية أنا خسرت. يعني يروحون يبندون سيرفر، يبلغون على حساباتي حرفيا. كسبت من ديسكورد أكثر من 10 مليون أو 10,000 دولار، يعني 10,000 دولار. وبالنهاية كلها ضاعت، وكسبت ملايين الحسابات كلها اختفت. لأن ساعدت فيها الناس وبالنهاية ما ظل عندي شيء حرفيا يعني، وكل شيء اختفى مني حتى المشاهدات. حرفيا حاليا أنشر مقاطع ما تعدي 100 مشاهدة، يعني تخيل عندي 23 ألف مشترك يعني. وللعلم هذه مو قناتي الأولى، يعني عندي 3 قنوات ثانيين. فأتمنى أنه تدعموني، لأنه من دون دعمكم يعني ليش أنتوا أحس أنه أنتوا معارضيني وواقفين ضدي يعني، بس لأنه أنتوا ما تكسبون من حاجة يعني. فلازم تدعموني أنتوا، لأنه كل ما أنجح وأتطور أو أكسب فلوس راح ينجح معاي الحق والخير. لأنه أنا أحب أنه أسوي حق وخير، لكن لأن أحس أنه ضعيف يعني، ما عندي أي شيء وما عندي إمكانية. فهذا اللي حبيت أقوله. فشكرا لكم، وأعتقد أنه ما عندي شيء ثاني أقوله. مع السلامة.